الكلاسيكو تاريخ 10 من ديسمبر 2011 لما سجل مباراة في غياب ميسي الهداف التاريخي للماتش. كلاسيكو بدون ميسي وفي غياب الدون، ولكن ايضا في عن جوردي كرة خطيرة، جول 1-0 كوتينيو، 1-0 كوتينيو، 1-0 للأس برشلونة. البرازيليين جول، الفيستيفال يبدأ، الكرنفال ينطلق، البارسا في الدقيقة 10 يفرح السوبر ستار واحسن من حمل القميص رقم 10 في التاريخ ليونيل ميسي الغايب من 2007 للمرة الأولى، يحتفل بالهدف الأول عن طريق الجر، عن طريق ابن السلساو، عن طريق البيك فيليب. توني كروس ما عادش توني مودريتش، ليس مودريتش البالون اللي يضرب كرة تير شتيجن من مرتين يا تير. ترجع كرة لشتيجن. على فكرة نسبة الاستحواذ لدى الفريقين تتقارب بنسب. الريال لا يطمن، هذا الميرينجي بأخطاء دفاعية هكذا الأمور، وكورتوا خلص كرة بإعجاز، لولا ينتبه كورتوا لكان الثاني، وأرى ممكن سيناريو الأربعة والخمسة. البارسا يكتسح والريال خطيرة. كريم جاب الكرة، يسكو عرضية وبنزيما ضيع الفرصة، ضاعت الكرة. الكونتر اتاك خطير جدا البارسا في هذا المجال، يرجع على الخطأ يسجلوا، يمشي الكرة مدريد، الكرة الانطلاق لاتشو، والنهايات والعبرة بالخواتيم، يضرب راموس والكرة في القلم في الوسط جات سهلة عن طريق تير شتيجن. ترجع الكرة مرة ثانية وسط الميدان، يمشي جوردي، عرضية خطيرة وضربة جزاء. يقول الحكم أين الفار؟ كرة ملعوبة، فرصة الثاني، الفار الفار الفار، جمهور البارسا طالب فار، والكرة 1-2، ناتشو ضايع من اليمين، عرضية ودفاعية وعودة للتسلل. مش ممكن على كرة شعل النار في كاتالونيا يا سادة. نصف ساعة جاب الثاني، نصف ساعة جاب الثاني. البيستوليرو جرانديوز هذا المساء. البارسا في ذكرى الاستقلال يلعب بموتيفاسيون كبيرة برشا، يلعب بإثارة كبيرة برشا، يلعب بجرينتا كبيرة برشا، يلعب بردة فعل كبيرة برشا، يلعب في ذكرى السياسة وذكرى عام على الاستقلال وسجن زعماء الإقليم. يلعب بكل قوة، واحد يلعب على كرة، ولكن البارسا يلعب هذا المساء أكثر من كرة يا سادة، يا سادة يا رياضيين.